صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عمرك سألت نفسك يا ترى كان في إيه؟ قبل ما آدم يتخلق كان في مخلوقات عاشوا إزاي؟ وراحوا فين؟ وأول واحد من الجن كان اسمه إيه؟ وبدأت حكايته منين النهاردة؟ في الحكاية إيه؟ هحكي لك عن مخلوق اسمه غريب. مخلوق يمكن ما سمعتش عنه قبل كده، مع إنه أول واحد من عالم الجن. حكايته هتفاجئك وهتاخدك لعالم تاني خالص. يلا بينا نبدأ ونقول إيه. الحكاية أول واحد من الجن اسمه كان سوميا، اتخلق من نار، وتحديداً من نار السموم. وربنا قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. سوميا كان أول أب لكل قبائل وأمم الجن، ربنا رزقه بالذرية. وبدأت قبائل الجن تنتشر في الأرض. وقتها لسه آدم ما اتخلقش، يعني قبل خلق الإنسان بآلاف السنين. ومن نسل سوميا ظهر واحد اسمه عزازيل، واللي هيبقى بعد كده إبليس. كان من أعبد خلق ربنا، وكان جميل جداً. علشان كده اتلقب بطاووس الملائكة، رغم إنه مش منهم. بعض الروايات بتقول إنه كان ليه أجنحة قبل المعصية، وكان بيشارك الملائكة في محاربة الجن اللي أفسدوا في الأرض، وكان له دور كبير في تطهيرها. لكن لما ربنا خلق آدم وأمره بالسجود، إبليس رفض، استكبر وقال: أنا خير منه. وكانت دي بداية الفتنة. طيب الجن راحوا فين بعد كده؟ ما اختفوش، لكنهم اتفرقوا في الأرض. في منهم اللي سكن الكهوف والجبال، وفي اللي عاش في أعماق البحار، وفي اللي فضل حوالينا في عالم خفي، عالم ما نقدرش نشوفه. لكن ربنا كشف لنا حاجات بسيطة عنه، وقال: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. يعني فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فيهم الطيب وفيهم المؤذي. وفي كتب التراث والتفسير زي البداية والنهاية لابن كثير، وتفسير الطبري والدر المنثور للسيوطي، اتقال إن من نسل سمية اتكونت كتير من الجن، وكانوا بأشكال وأوصاف مختلفة. أمة الملوك أجسام ضخمة، لابسين تيجان من نار، وعايشين في قصور تحت الأرض. أمة الثعابين أجسام زاحفة نارية سريعة، ساكنين في الكهوف. أمة الطائرين عندهم أجنحة نارية وبيطيروا بسرعة رهيبة. أمة البحر كائنات شفافة ساكنة في أعماق المحيطات، محدش يعرف عنهم كتير. أمة الريح أجسامهم زي الدخان، يتحركوا مع الهواء ويظهروا ويختفوا فجأة. وفي منهم أمة شبه البشر، وكان فيهم الطيب والمؤذي، وحتى اللي آمن بربنا من زمان. بس استنى، تحب أقولك إن كل الكلام ده ما جاش لا في القرآن ولا في الأحاديث النبوية الصحيحة. الروايات دي اتذكرت في كتب التفسير القديمة، علشان كده إحنا بنحكيها كقصة تراثية مشوقة، مش كحقيقة دينية نثبتها أو نؤمن بيها. سوميا كان البداية، وإبليس كان أول فتنة، والجن لسه موجودين حوالينا في عالم تاني اسمه عالم الغيب. لو عجبتك الحكاية اكتب لي رأيك في تعليق، وقولي تحب الحكاية الجاية تكون عن إيه.